شباب وبنات راح احكيلكم قصة آشتي ورضا بكل اختصار حتى بعد ما تدوخون بهاي السالفة. بالنسبة لرضا هو إنسان متزوج من سنة 2020، فمن قرر الزواج هو وآشتي قال لها ممنوع الصورون بالخطوبة ولا أريد الموضوع ينعرف، على أساس هو مسوي بالحمام خطية وكل هاي الاحتياطات حتى مرته الأولى ما تعرف. المهم أنتوا تعرفون آشتي قبل ما تحب الترند والسوالف التعبانة، شكوا فيديو وصورة دزتها له البيجات، ومن هنا بدت المشكلة. فهنا السيد رضا تورط وحب يكحل معها وقال الموضوع كان اتفاق. ماكو احد اخي، هي عازمه 4 صديقات. هاي سيارات مال الناس وين قعدت؟ دول اصدقائي بس 7 نفرات، هذول 7 سيارات، 7 نفرات كل واحد يقود سياره. سيد قلبي هي مو هاي الفيديوهات، وين 7 سيارات؟ السيارات كلها سادة المنطقة يا عيني، هسه انت جاي تكذب علينا؟ احنا قلبنا خلصان من الكذب. بس اسالك سؤال، انت هذا من موافقه بالذات تحديدا وقت الموافقه شنو خلاك توافق؟ انسانيه. اكو انسانيه بالخطوبه؟ وين الانسانيه؟ يعني عمل انساني. قال يستقر هشام الذهبي، عيني بنات اي وحده حبيبها يجي بيوم العرس سيد رضا موجود للاعمال الانسانيه. خلي تجيب عقد يثبت انه انا خاطبها رسمي. شباب وبنات شو رايكم بهذا الموضوع؟ لان صدق دوخني، كتبوا لي بالتعليقات شو مشاركة الفيديو وسووا لي لايك، وبعدين لحد يكتب لي رضا مو سيد. انا ادري بيه مو سيد بس داخت على قدافله، يعني قابل اني واشتي عليه.